أسلوبه شيق في طرح المواضيع، لباقته وطريقة توصيل المعلومة، بالإضافة أكيد للمادة اللي قدم فيها، هي اللي خلت عشرات الآلاف من الناس تتابعه وتستنى كل جديدة. فيديوهات قصيرة لمواضيع مهمة بأسلوب ديني شيق هي اللي خلت حمزة الأسطى يتميز بين نجوم السوشيال ميديا في ليبيا. مني حمزة وكيف كانت بدايته وكيف يختار في مواضيعه، وهل بأسئلة تانية شخصية حتعرفوها توا في أول حلقة من تكسير اللوز مع حمزة الأسطى. السلام عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صفتان ممكن يمتلكهما المتحدث فتجعل من حواره وكلامه دون قيمة وأجوف ويؤثم عليه. إياك أو فكرة التألي على الله كالبعض: فلان لن يدخل الجنة، فلان داخل إلى النار. 4 أشياء لو تعمل بهم تكون أسعد الناس في قراراتك. لو حياتك يا صاحبي كل يوم من الأسوأ للأسوأ متلخبط ومش عارف مين تبدأ، ولا في مرة رجعت لله عز وجل بصدق. 1998 من صحيفة ساوث تشاينا أن الذين قضى عليهم الكسل أكثر من عدد الذين قضى عليهم التدخين في ذلك السنة. تصور ذلك. أنا حاليا والله ما كان في بالي نطلع نتكلم ولا ندير فيديو. السلام عليكم حمزة، مشكور جدا على قبولك لانك تكون اول ضيف في برنامج تكسير اللوز. الله يبارك فيك. منور ان شاء الله يكون برنامج حلو. شو توقعاتك اليوم للمقابلة؟ والله فيك شوية توتر ما نعرفش ليه صراحة. تمشي الامور تمشي. في ناس يقولوا هل هو داعية؟ هل هو شيخ؟ هل هو مجرد شاب يفقه في الدين ويحب يشارك الناس بنصائح دينية وبفيديوهات يذكر الناس ممكن حاجات احنا نسيناها؟ فانت شو تفسيرك للشيء اللي تقدم فيه؟ جميل. والله يعني نفضل ان كلمة او نشط في السوشيال ميديا او مصلح اجتماعي، هذا تكتفي بهذا. انا مجرد ناقل يعني لاجتهادات اهل العلم ومن تفسير القرآن والاحاديث ولا اكثر ولا اقل. قولي البداية بالضبط، عرفت البداية متاع كيف جاتك فكرة ان انا بننزل فيديو وان انا بنشارك وبنوصل للناس عبر الفيديوهات هي؟ كيف نزلته؟ امتى بالضبط؟ كيف؟ والله البداية هي لما او ما بديت نذكر فيها ان جيتك مع الصحاب والاهل ننصح فيهم ونعطي كيف مواعظ، فحسيت ان الناس تاثر فاهم من حولك، ويعني الموعظه يعني تاثروا بها ويقولوا لي عندك اسلوب الاقناع وكي. فهذه زي ما نقول لك الهمتني بطريقه او باخرى اني ندير فيديو. اول فيديو درته نذكرها في الانستغرام فدرته، فلما خشيت به لقيت انتشر، يعني الناس بينشروا مع بعض باكونتات معينه. درت الثاني انتشر اكثر، لقيت عدد فولورز يزيد، فهذا اللي زاد اكثر شجعني صراحه. فبدات نشبع اخرى المسجات الناس والكومنتس بتاع الناس، حتى هو هذا اللي شجعني كثير يعني. والحمد لله يعني هذا الاقبال هو اللي خلاني نستمر يعني. حمزة، متابعينك على الانستغرام فاتوا 20,000 وعلى الفيسبوك عندك تقريبا اكثر من 16,000 متابع، فالمسؤوليه كبيره. وانت بسم الله ما شاء الله يعني عندك مئات اعتقد من الفيديوهات نزلتهم، فهل اليوم وصلت لمرحله انك انت لازم موضوع يكون حساس، مش حساس يعني لازم الموضوع يكون فيه رساله قويه ولازم تدرسه كويس باش تنزله، ولا مازال عندك انت عادي نزل اي شيء؟ الاغلبيه تكون لازم تكون يعني مواضيع يعني لها فعاليه في المجتمع. هذا اكثر حاجه كنت هذا اللي كنت نحط يعني الهدف الاساسي. يعني هل هذا حيمس المجتمع هذا او لا؟ هذا كان هدفي في كل فيديو نزله. فهذا لو تخش حتى في الفيديوهات تلقاهم اكثريتهم يعني مختلفات يعني فهمت؟ يعني ما في يعني نادر ما تلقى متشابه يعني فهمتني؟ وهذه الفكره يعني اهم حاجه شنو اللي يكون مثلا اكثر فعاليه مع المجتمع، يمس الشباب او حاجه. وانا اكثر فئه اصلا من فئه الشباب يعني. تعليقات سلبيه تعليقات شوف، هو انت بما انك انت مركز على المواضيع الدينيه اكثر، فالتعليقات نحس ان هي تكون عندك مش متاع السبان اكثر من هي متاع الناس اللي تتفلسف، الناس اللي تبي تطلع روحها احسن مني وتفهم في الدين اكثر. فطبعا بدون ما اسال انت بتلاقي فلبة تعليقات سلبيه، انت كيف تتفاعل معها؟ وكيف شنو الفرق بين تعليقات سلبيه اللي توصل لك اولا، وانت شنو ردة فعلك وشنو ندير بالضبط؟ جميل. بالنسبه للتعليقات السلبيه انا اغلبيتها من الجهاله صراحه. انا هذا نشبح فيه احسن شيء، لانه هو في هدف من تعليقه. بدنا نحكي لك الغير بناء نقد اللي هو بيعلق لك بس هيك
يعني تحس انه بيستفز اكثر يعني فهمت يعني ما فيش هدف تلقاه من التعليق بتاعه وواضح يبدا. فتجنب تحفظ على الرد عليه، يعني يكون هذا يعني ممكن يعني اسلم يعني افيد شو اسمه يعني وقايه ليه، وفعلا تكون فعاله له هو، يعني يبدا بروح مش فاهمه يعني ليش ما يردش عليه، فاهمه؟ هذه بروحها يعني ممكن تكون يعني احسن سلاح ضدهم الناس اللي مثبطين، يعني نحكي لك فاهمه؟ ما تكونش مثلا وراه رساله للتعليق بتاعه. تمام. هل صارت مثلا خش لك حد قال لك هذا الحديث مش صح، هذا الحديث ضعيف، هذا كذا، وانت بنفسك فكرت صح ممكن انا غلط وقعدت راجعت نفسك؟ شوف هذا حتى في اهل العلم، يعني مرات انت تكون ملم بشيء غير ما تكونش ملم به، فهمتني؟ وانت تكون ملم بشيء انا ما اكونش ملم به، فهمت؟ فهذا اللي يصير. فهو احيانا في ناس تعلق لك فيكون ماليش درايه بالحديث هذا، ممكن تكون تعرف حديث انا ما نعرفهاش، فلما يكون يسمع الحديث في يعني بيعرف هل الحديث صحيح او لا، مجرد ما يعرف الحديث صحيح خلاص يسكت. لكن في ناس ثانيه حتى يعرفوا حديث صحيح لكن يمشيش معها هو، يبدا يتكلم هذا خلاص خليه على جنب، يعني بعد حديث صحيح انت ما بدكش تقنع به يعني يرفض انه هو يكون غلط، هذا خلاص يرفض يعني هذا بتاتا يعني. فنخليه هذا موضوع اصلا خاص حتى مع اهل العلم، موضوع خاص. الفيديوهات اللي فيها ديما قصيره يعني ما تكون 10 20 ثانيه 30 ثانيه اغلبيتهم هيك. هل ما فكرتش انك انت تدير فيديوهات اطول تزيد مثلا تعطي نصائح اكثر في الموضوع هذا، ولا شايف انت مثلا فيديوهات قصيره الناس تتابعها اكثر تنتشر اسرع؟ كيف بالضبط؟ والله انا معك، يعني كلمه خير الكلام ما قل ودل، يعني يكون قليل وصغير وتكون ليه يعني يوجز في المعنى بتاعه. هذا الصراحه يعني هو اللي نحبه يعني. واغلبيتها حتى لو تشوف انت في البدايه كانت 15 ثانيه فقط ترى في الانستغرام، او تبدا 15 ثانيه، يعني تخيل انت في 15 ثانيه لازم توصل رساله معينه. مظبوط. هذه كانت يعني فعلا يعني شيء يعني شويه اللي بيقول فيها بالانجليزي struggling في يعني لي انا. فهذه كانت في البدايه صعبه لي، بعدها لي لن زادوها دقيقه فرحت بها قلت ناخذ راحتي اكثر حتى للناس. يعني الناس كل ما تكون مثلا خاصه النت في ليبيا لما يشبح الفيديو قصير يقول لك ملخص هذا اللي يبوه هم، فهمتني؟ اما فكره 5 دقائق تبدا تشرح له مرات تكون حتى في يعني تفاصيل يعني مفيده، لكن احيانا الناس تبي يعني موجز وتستفيد يعني فائده بالبساطه، وهذا احسن حاجه بصراحه. هذا اللي نفضل فيه. الحمد لله فادني الانستغرام. انت هيك ضيعتها بي، انا ما عادش بتفرج علي حد تو كل الفيديوهات طويله. لا حاشا لا لا. اكثر فيديو انتشر لك طبعا انت نزلته بالضبط يوم 19/12/2015 في صفحتك الشخصيه، وصل اكثر تقريبا من 115,000 مشاهده، اللي هو الفيديو هذا طوله 14 ثانيه بس. صحيح. اللي هو انت قلت فيه ان البنات بمعنى انكم انتم ما تدوروش الزواج زي ما تدوروا مستقبلكم وحياتكم. ليش برايك الفيديو هذا رغم انه هو قصير 14 ثانيه لكن انتشر الانتشار الكبير هذا؟ والله هو نذكر فيه يعني ما تخليش يعني هي كان الفيديو على ما اعتقد يعني ما تخليش حلمك رجل يعني هدفك راجل بس، يعني خلي حياتك يعني تكون مثلا يعني انت لا هذه في رجل بس، لا خلي يعني حقق اهدافك يعني مبدئيا. ما قلتلكش ما تتزوجيش، انا مش ضد الزواج، لا بالعكس كان جاتك الراجل الصالح توكل على الله عز وجل. فالفكره هي اساسيا ان يعني انك انت تخلي اهدافك يعني الارتباط والرجل والحب، هذا بس الفكره منه، يعني ما تخليش هدفك، حقق اهدافك، جاك الرجل الصالح تزوجي، هذه الفكره بس كانت وحقق يعني ما شاء الله. هو زي ما قلت انت، هو المواضيع اللي انت قلت انها هي تمس الناس وتمس الشارع وعندنا واقعيه في ليبيا، هذا تقريبا اكثر موضوع واقعي عندنا في ليبيا، ان البنات بدون بتاع امتى بنتزوج، امتى بيجيني راجل، امتى بنفكر مش عارف كذا. ممكن هذا سبب. ممكن صحيح يعني الناس يعني لاحظتها حتى لما في الفيديوهات تاعي اشياء اللي تلقاها ملمسه للحاجات الدنيويه تاثر فيهم اكثر كثير من الناس. يعني سبحان الله هي هيك عاده في الانسان، لكن الحاجات في الاخره ولا تتكلم في الاخره يعني تلقى الاقل يعني الفعاليه اقل فيها، لانك سبحان طبيعه الانسان يعني تعطيه الوقع فهمتني؟ يعني حاجه ملموسه، فدائما يشوف شنو هي الحاجات اللي تساعد في السعاده، حاجات اللي فهمتني، الحاجات هذه تلتمس الانسان. شوف الغربه بما ان احنا كنا عايشين في الغربه صعبه جدا، مش سهله زي ما يفكروا الناس انه بتاع انت غربه سهله وكذا. شوف الغربه فيها زي ما بيقولوا ابس اند داونز. ممكن اكثر داون انت توصل له لما تكون مثلا في شيء صاير في ليبيا مع عائلتك، مع اهلك، مع اي شيء من اللي يصير تو. انت حسب انا ما مشيت حسب يعني صفحاتك وكذا، انت عندك جداك الله يرحمه توفت وانت ما كنتش غادي، وعندك جدك الله يرحمه توفى وما كنتش غادي، وعندك اخوتك الزوز تزوجوا وما كنتش غادي.
لما تكون المرحله هي انت كيف عشتها اول شيء، وكيف قدرت تطلع من ممكن تكون حالة حتى توصل حاله نفسيه، كيف قدرت تطلع منها؟ صحيح والله هذا السؤال يعني جدا جدا جميل صراحه، لان يعني هذه من الحاجات اللي جدا اثرت فيها في امريكا. يعني في رحلتي في امريكا هذه اكثر حاجه اثرت فيها، لان نتذكر فيها جدي وحناي ماتوا في تقريبا في نفس الاسبوع او في نفس الشهر حاجه هيك، يعني مش بعاد على بعض. ويعني كانت ضربه قاسمه لي صراحه، لان نحبه ملبا كان مقربين قلب العيال يعني حتى حناي لها فضل كبير عليه هو جد يعني. وعرس خوتي طبعا حتى وبعدها يعني كيف ان هم الاثنين يعني واحد اصغر مني تخيل تزوج والاكبر مني، ويعني قراب قلب احنا اخوتي لبعض، قراب بطريقه ما تتصورهاش يعني. فيعني يجيك خبر يقول لك ترى العرس بشهر واحد الجاي بقى وانت بدك تجي، ويجيك ترامب يقول لك لا مش مروع. فهذه صراحه يعني من اكثر الحاجات اللي قسمت بالله، بالذات لما تشوف الصور فرحانين ويطلبوا بعض، هذه جدا يعني ما تعرفش يعني. اتذكر والله في صوره كانت للوالد والخوتي مع بعضهم، احنا ما شاء الله 5 اخوان احنا ان شاء الله يعني معنا 5 معنا 6. فكانت صوره مع اخواني كلهم معاهم ابوي في الوسط متلبطين بعضهم هيك، والله يا عيني لنزغلت يعني فعلا جدا يعني، لانها 4 سنين ما شفتهم وتشوفهم ملتمين وفرحه يعني عرس يعني. انا لما خيلتهم اخر مره قريب 5 سنين ما عرسوش. فهذه جدا كانت يعني لحظات صعبه الحمد لله، وتغلبت عليها والله بالصلاه وهيك وندعي الله عز وجل. والله نذكر فيها حتى هذه لما شفت صوره والله صليت بعدها والله يعني. حتى الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم كان لم يحزن شيء يصلي يعني، فكان يعني جدا ثقيل علي صراحه، لاني ما حضرتش عرس اخواني وما روحتش فهمت. ونص الله من نشوفش لا تشوفوا انتم ولا نشوفوا احنا يعني سوء في اخوة في اهلنا واحنا في الغربه. هذه اشياء يعني جدا يعني تقسم الظهر صراحه يعني. وهذا هو. شفتك هلبة بوستات تنزل في صغار خوتك، هل نفس الشيء يوجعك انت ان هم قاعدين يكبروا وانت مش قاعد غادي؟ وهو الباين صراحه ان زي ما قلت انت قبل شوي قلت ان عندك علاقه قويه مع اخوتك، فما بالك مع صغار العيله وكذا، فاكيد محببين هلبة. جدا 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 الصغار هذا مو انا عندي اصلا غير انهم صغار اخوتي، انا عندي حب للصغار غير عادي. انا خيرك في الطريق انا تو جاي شفت واحده هيك كبر تعرف قريب نزلت تلبطها ورهبت بها يا رجل وهي صفرة هيك والله بجديت، لان سيبت الطريق ما رجعت للطريق يعني. جدا يعني الحب للاطفال عندي غريب يعني، بدل لما يتقى صغير هو ابصر كيف كائن غريب يعني. طبعا هي صغار اخوتي يعني حب غير عادي، بالذات عندي ولد اختي الله يرحمها هذا توفت يعني وهي في بيتنا يعني هذه. فهو كان يعني لما توفت هو كان صغير يعني، كان يا دوب قاعد حتى يرضع في الحليب يعني. هذا تو عمره 7 سنين 10 سنين، هذا جدا مقرب لي يعني. لما نشوفه حتى لما نكلم يعني نطير، ابتسامه تبدا على وشي كله. هذا يعني زي ما نقول فلده كبدي ده، نحبه جدا حب غير عادي. حمزه انا عارف ان في جوانب اخرى من حياتك انت مش قاعد تشارك بها الناس، يعني انت مركز السوشيال ميديا انك انت تنشر نصائح دينيه بس، وعلى خفيف مرات هي لو في طلعه مع شخص صديقك او شيء. صحيح. علاش ما تشاركش رغم انك انت بديت مشهور يعني؟ ممكن في ناس حتكون مهتمه ان هي تشوف اكثر تفاصيل حياتك، علاش ما تشاركش الناس تفاصيلها يعني؟ اول سبب لانها طبعا ضعف، ما عنديش الوقت الكافي صراحه يعني. يا دوبك شغلي القرايه يعني وهكذا يعني. تلقى روحك سبحان الله في امريكا، بدأت في امريكا اكيد كلكم عارفين اصلا ان الوقت ما فيش يعني شيء سريع زي يعني يختفي صراحه يعني، ما تقدرش حتى يعني تستفيد منه. والسبب الثاني هو سبب اني كنت متخوف منه الصراحه سناب شات الفترة الأولى يعني. في مخاوف منها لأن الناس كيف تتدخل في حياتك في البداية. بعدين الحمد لله صار الأريحية أكثر فهمت. وإن شاء الله يعني في الفترة القادمة يعني بإذن الله حنكون لي فعالية أكثر في سناب شات يعني. حتى أنا أصلا في السوشيال ميديا نفسها يعني في بطء كثير في النشاط بتاعي في ال5 شهور اللي فاتت، لأن زمان يعني في الأسبوع ممكن ننزل 3 فيديوهات أو أكثر يعني فهمت. فإن شاء الله يعني الأسبوع الجاي بحكم يعني تو الحمد لله صيف ويعني يعني الأمور مترتبة أكثر يعني الرؤية أكثر واضحة، فإن شاء الله يعني نعودهم إن شاء الله المتابعين أحسن يعني تكون الصورة بقوة بإذن الله. حمزة الفقرة هذه نزلت عندي بوست على الفيسبوك على انستغرام على سناب شات، وطلبت من الناس انهم يبعثوا اسئله لك انت، بنعطيك شويه اسئله بنبعتهم للناس وتجاوب عليها. اول سؤال من اسامه قال لك ليش حمزة الاسطى ما يقدمش برنامج ديني على احد القنوات الليبيه؟ والله عندي صديقي قال يعني لو انت مثلا تجي لليبيا هيك يعني ان شاء الله يعني نقدروا يعني يخدم قناه ليبيه وهيك، فقال لي يعني ان شاء الله يعني نقدر ندير برنامج او شيء. صراحه تو انا هذه المواضيع بتاتا يعني ما نفكرش صراحه، لان تو اهم حاجه دراستي
هدفي التو الاساسي الدراسه محمد، هذا الهدف الاساسي. اما ان شاء الله في المستقبل ما نعلمش به اي شيء بالنسبه للموضوع هذه البرامج او الشيء هذا. بس لو في شيء يعني يكون مثلا بروفيشنال حاجه هيك كويسه محمد، وتكون لها مثلا ان شاء الله يعني فاعليه يعني جميله على المجتمع، لا باس عادي. يعني انت مش مانع، ممكن مش مانع، مش مانع صراحه. بس الفكره انها تو حاليا مش بفكر في شيء الا الدراسه الصراحه. يعني يا دوبك هذه تاع الكاميرا 5 دقائق نفرح بها. يعني سؤال من السادين اعتقد هيك الاسم قلت هل مجال دراستك هل قريت شريعه اسلاميه او موضوع هيك من غير دراسه؟ لا والله. دارس والله هي الصراحه لا، بس كل ان هو مشاهده يعني دروس لاهل العلم عن طريق الانترنت، يعني قراءه على الانترنت فهمت لدروس برضه لاهل العلم، وهذا هو مصدر العلم. الحمد لله، نسال الله ان يفيدنا بما علمنا يا رب العالمين. في سؤال من حسن، شوف انت مدير مجهود كبير تمام، وايضا انت مشهور، مش مشهور، لكن هل انت راضي؟ لا مشهور يعني انت ينشر لك فيديوهاتك في كل مكان، بس شوف هل انت راضي على مستوى شهرتك، او تشوف يعني الجهد اللي انت تقدم فيه المفروض تكون واصل اكثر ومشهور اكثر، خصوصا عند الدول الثانيه مش في والله شوف بالنسبه للدول الثانيه الحمد لله والله فعلا يعني عندي جدا يعني متابعين من المغرب، الجزائر، تونس، يعني عندي حتى اصدقاء يعني من الاردن قالوا لي شفنا حتى فيديوهاتك في صفحات اردنيه يعني معروفه. فالحمد لله يعني هذا نشر الله. فاما بالنسبه لي ان يكون مثلا يعني تكون لي مثلا توسعه اكثر عن طريق مثلا زي ما قلت انت اليوتيوب، هذه ان شاء الله يعني زي ما قلت لك هذه ضمن الحاجات ان شاء الله في المستقبل اللي حاطه في بالي. يعني مثلا هذه فعلا حاطه في بالي على مثلا او ندير برنامج في قناه ليبيه، هذا فعلا هدف حاطه في بالي ان شاء الله. بس على يعني قاعد موضوع الدراسه جدا مؤخرني يعني في موضوع الجانب هذا. هو اصلا في اكثر من سؤال وصل ليش ما تفتحش قناه على اليوتيوب؟ لان اليوتيوب ممكن يوصل اكثر للعرب اسرع وفي برامج وكذا. جميل، هو بالنسبه للعرب ممكن، لكن في ليبيا جدا ضعيف الموضوع هذا، لان تعرف الانترنت مشكله الانترنت، وهذا يعني يا دوب هو الفيديو قلت لك يشبحوه 15 ثانيه يشبحوه دقيقه يفرحوا به ويفتحوه ويفكروا ممكن يفتحوه ولا لا، فهمتني؟ اما اليوتيوب مثلا يبدا مثلا الجوده بتاعه عاليه او صعب على الانسان يعني الليبيين يفتحوه. فهذا عشان يعني اليوتيوب يعني مأخر الموضوع شويه، توا باذن الله لمحين وقتها حنكون باذن الله يعني من الرواد ونتعلموا منك ان شاء الله. اخر سؤال، شنو الرساله اللي تحاول توصلها؟ انت من الفيديوهات بتاعك شنو تبي توصل للناس؟ ان الدين عظيم والله جديا، يعني الدين هذا عظيم جدا جدا والله ما اعطينا حق. حمزه فقره خطفت، عندك 100 ثانيه تجاوب عليهم على اكبر عدد اسئله ممكن. جميل، جاهز؟ ان شاء الله. حمزه علي الاسطى مواليد 1990 من طرابلس، قديش ليك عايش برا؟ 4 سنين ونص. شنو تخصص دراسة؟ شنو تخصص؟ بزنس. اهلي والاتحاد. ما ترجعش الواحد. من مثلك الاعلى في الحياه؟ مثلي الاعلى في الحياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الغربه في كلمه صعيب. صح او خطا؟ علاش اكثريه متابعينك من الجنس اللطيف؟ والله بس صح وخطا. ممكن صحيح يعني. نصحت البنات في فيديو ليك ان هم يركزوا على مستقبلهم وعلى النجاح اكثر ما يركزوا على موضوع ان هي لازم تتزوج بسرعه. هل انت تبي زوجتك تكون انسانه ناجحه وتشتغل وعندها طموح، او عندك شويه تحفظات على الموضوع؟ لا ما عنديش مع مشكله، طالما حاجه ما تخالفش الشريعه الله عز وجل عادي، ما فيش الاختلاط مش مشكله عادي. يعني وين تشوف روحك بعد 10 سنوات؟ شوف روحي شخص ناجح. كشخص متدين وملم بالدين، ايش رايك في مفتي ليبيا صالح الغرياني؟ ما بحبش نجاوب على حد، والله صراحه العلم مش نهتم يعني نختار احد. ليش ما تبغيش تشارك الناس في الآراء السياسيه؟ انا اشوفها السياسه بيئتنا يعني سلبيات اكثر من ايجابيات صراحه، ما دخل فيها انسان الا شاد للناس بالنبل الا شبط له صراحه. سؤال البنات المتوحد مرتبط؟ لا. شنو احساسك ان اخوك الاصغر منك تزوج قبلك؟ كيف؟ هل في اي خطط انك ترجع لليبيا قريب؟ والله ام وركينج، اشتغل عليها ان شاء الله. 3 ليبيين تحرص على متابعتهم في السوشيال ميديا. عندك ابراهيم صاحبي الطباخ، مثلا عندك ابراهيم اسامه خلف الله الدكتور،
سفيان هويدي كانت خلاص. صحيح. شنو علمتك الغربة؟ علمتني ان دوام الحال من المحال، يعني حيجيك فتره تكون فيها فرحان، تجيك فتره انك انت تكون فيها هموم. كلمة توجهها للشباب الليبي. كلمه وجه الشباب الليبي، لو عندك حاجه او رساله او فائده تعرف نفسك تقدر تفيد بها المجتمع والشباب الليبي، بادر ولا تهتم للمطبقين، لان هذا المطبقين نفسه لو كان يقدر يفيدوا المجتمع لفاد نفسك الاول. فانت اكتب من نفسك وحاول انك انت تقدم ما تقدر عليه لهذا المجتمع، وهذا هو. ما تكتر ربك دزة يا ودي بدأ يتوتر، يا ودي اللوم يطلع. شنو الاسئله هذه؟ بالضبط. العباد يخوفوا بقى. حمزه ان شاء الله كان صح. حمزة علي رستم مواليد 1990 طرابلس. اهلا وسهلا. احنا سمعنا بعد يضرب رصاص. دينا بقى اللي يا رجل تغسل حوجك. انا اللي ما فيش وجهي ما ينشبع، اللي منفاخ اللي بارد اللي دوا ومدرين لي كم، فما بالك انت. ممكن نقدر نشوفك على السريع. رطيني انتم. روحش. امس على خير.